اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ شكرا لتفاعلكم على الفيديوهات اللي قبل دي. طبعا بما ان دلوقتي كل حاجه غاليه، فبقينا بقى المحتوى بتاع القناه بيتكلم عن الميزانيه وازاي توفري، وبقول لكم كمان بعض الخبرات اللي انا مريت بيها خلال حياتي. يعني الحمد لله انا عديت بحاجات كتير. وانا بقالي الحمد لله 14 سنه متجوزه ومسؤوله عن 4 اطفال وعن بيت وعن أسرة بحالها. فالحمد لله هقدر أفيدكم ببعض المعلومات اللي عندي، واللي عنده معلومات يا ريت يكتبها لي في التعليقات. لو أول مرة تشوفوا القناة نوروني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. في الفيديو دوت هقول لكم عن بعض النصائح اللي انت ممكن توفري بيها من بند الحلويات. يعني احنا ممكن نعمل اكل في اليوم ب20-30 جنيه ونلاقي اخر اليوم ان احنا صرفنا 50 جنيه على الحلويات. ففي الفيديو دوت لو انت مشيتي ورايا ممكن توفري بتاع 1500 من بند الحلويات. ايوه هتوفري 1500 من بند الحلويات لو انت معاكي ما شاء الله ولا قوه الا بالله 4 اطفال او 5 اطفال او 3 اطفال، على حسب الاطفال اللي عندك وعلى حسب عمرهم ايه. يعني انت ممكن طفل وهو صغير مثلا عنده 2 تضحكي عليه مثلا بباكو بسكوت مثلا او حاجه ب2 جنيه، مع ان دلوقتي ما فيش اطفال ممكن تضحكي عليها. اقل طفل دلوقتي بياخد مصروف 5 جنيه، فلو انت عندك طفلين يعني 10 جنيه في اليوم ممكن توفري من 10 جنيه 300 جنيه، على حسب انت عودتي ابنك على ايه. هتقولي لي دول اطفال ومن حقهم يصرفوا. والله الاولادي كل اولادي الحمد لله بيشتروا كل حاجه نفسهم فيها، كل حاجه بيجيبوها، اندومي وشيبسي وبوز وكل حاجه بيجيبوها، بس بالعقل يا جماعه. عرفوهم ان انت ولا تحرميهم ولا يصرفوا كل حاجه، اشتري كل حاجه بالعقل. يعني انا مش كل يوم هجيب مثلا شيبسي الاولاد، مثلا معايا 4 اولاد يجيبوا ب40 جنيه شيبسي، مش كل يوم يجيبوا ب40 جنيه بسكوت ولا اندومي ولا الحاجات دي كلها. لا، انا عودت اولادي يوم واحد بس يجيبوا بيه الشيبسي، يوم واحد في الاسبوع مسموح لهم ان هم يشتروا الشيبسي. مثلا يوم واحد مثلا في الاسبوع مسموح لهم ان هم يجيبوا الحاجات اللي عند السوبر ماركت دي اللي ملهاش لازمه. طب بقيه الايام اولادي بيعملوا ايه؟ انا هقول لكم في الفيديو ده بيعملوا ايه. طبعا احنا ما اتعلمناش كده من يوم وليله، لا احنا مرينا بازمه اقتصاديه خلال فتره تعب باباهم. ما كانش فيه فلوس في البيت، ما كانش اولادي بياخدوا مصروف خالص. عشان كده احنا اتعلمنا الادب بمعنى اصح. عدت علينا فترة حرمان فعرفنا قيمة القرش، قيمة الجنيه وقيمة ال5 جنيه وقيمة ال10 جنيه، وان ممكن ب20 جنيه ناس تاكل وتشرب، وفي نفس الوقت ال20 جنيه ديت عايز يروح يشتري بيها بسكوت او شيبسي. يعني انا ما اتعلمتش كده من يوم وليله، لا انا مريت بظروف صعبه. ولادي قعدوا 4 شهور ما فيش مصروف لاولادي، ما فيش اكل وشرب في البيت. يعني الحمد لله الفتره دي ما اتمناش ان هي تعدي على حد، ما اتمناش ان حد يمر بالفتره دي. وطبعا انت لما بتكون الفتره دي ما تنفعش تقول لحد هات او سلفني او بيتي ناقص، لا الفتره دي بتسكت وبتدعي ربنا بس. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقف وهو اللي بيستر بيتك وهو اللي ما بيعرفش عنك حاجة. فلما عديت بالفترة ديت أولادي اتعلموا معايا قيمة المصروف. أنا في الفترة دي قلت لهم أزمة هتعدي وهترجعوا تاخدوا مصروف تاني. فلما أولادي الأزمة الحمد لله عدت بفضل الله عز وجل، ودلوقتي وضعنا الاقتصادي بقى أحسن، فالحمد لله أولادي عرفوا قيمة الجنيه. فطبعا من الأول ما كانوش بياخدوا ال10 جنيه، دلوقتي لما ياخدوا ال40 جنيه فلازم يعملوا بيها حاجة ليها لازمة، لأنه عرفوا قيمة ال40 جنيه في اليوم ايه. أولادي دلوقتي ممكن يحوشوا بيها، بيساعدوني دلوقتي، هما دلوقتي بيستفيدوا من النت. بال40 جنيه ديت يصرفوا 20 هما ال4 ويشيلوا 20 لشحن النت، يعني بيدفعوا معايا في اشتراك النت. تمام. بيحوشوا برضو، ممكن يحوشوا منهم لو مثلا الفسحة السنوية اللي هم عايزين يروحوا مصيف، لا انتوا شيلوا 10 جنيه في اليوم من هنا لغاية السنة الجاية يكون معاكوا 1000 ولا 2000 جنيه للمصيف. تمام، دي التحويشة الكبيرة. وبيحوشوا طبعا قلنا للنت. بعد كده هو اولادي برضو ممكن يشيلوا قرش على جنب لو عايزين يخرجوا بعد اسبوع، او عايزين يخرجوا بعد شهر، او عايزين يخرجوا مع اصحابهم. انا عندي فترة الاعدادية وعندي في 5 ابتدائي وعندي الصغيرين. تمام. طب لو هما مش هيحوشوا، هيروحوا يصرفوا كل يوم فلوسهم في الشيبسي والبوز والحاجات اللي ملهاش لازمة، لا يروحوا يجيبوا فطير. انا قلت لهم مثلا هاتوا حاجة تشبعكوا، هاتوا حاجة مش مثلا تاكلوها وتحسوا ان هي خلصت وخلاص الفلوس راحت طارت،
لا هاتوا فطيرتين مثلا، الفطيره دلوقتي ب 15 جنيه، لا هاتوا فطيرتين، هاتوا فشار واعملوه، هاتوا اللب من المقله وفشار واعملوا قعده حلوه. هاتوا لب مثلا، لو هتشتركوا انا ممكن اشترك معاهم يبقى معانا 50 جنيه، هنجيب لب وفشار او فنكوش وهنجيب حاجه ساقعه وهنعمل قعده نسهر احنا وباباهم على فيلم مثلا. فكده صرفنا ال50 جنيه في الاسره كلها استفادت منها. هات مثلا حاجه من الفرن، حلويات مثلا كرواسون اللي بالشوكولاته، هاتوا كيلو دقيق وانا اعمل لكم كيكه، هاتوا نص كيلو لبن واعمل لكم رز معمر، هاتوا بيض مثلا ونعمل لكم حاجه حلوه بالبيض. اي حلويات انا اشارك، خليهم يشاركوا معايا يشيلوا مسؤوليه البيت معايا. هاتوا لفه جلاش، لفه جلاش واعمل لهم احلى فطاير بالسكر مش هتكلفني 20 جنيه. عاملاها لكم على القناه، هتلاقوا الفيديو بتاع الفطير ازاي تعملي الفطير على القناه. مثلا ممكن نعمل لهم بيتزا، يجيبوا حاجة البيتزا لانشون زيتون، مثلا البصل موجود، الفلفل موجود، الطماطم موجودة، نص كيلو دقيق واعمل لهم صينيتين بيتزا. فهم ممكن كده يعملوا معايا 3 ايام في الاسبوع الحركة دي، ويومين مثلا يشيلوا مثلا فلوسهم في الحصالة ما يطلعوهاش، ويوم مثلا مسموح لهم يجيبوا الشيبسي. فالحمد لله اولادي بيجيبوا كل حاجة وبياكلوا كل حاجة، بس عرفوا قيمة القرش. اكمل لكم الفيديو. وكمان باباهم بيجي يوم في الاسبوع بينزل يشتري الحاجات دي بسعر الجمله، يعني بيشتري القراميش ديت بسعر الجمله، كيلو عامل 80 جنيه او 100 جنيه، بيشتري مثلا ربع كيلو ب25 جنيه. انا مش بسيب لهم مثلا الربع كيلو ياكلوه كله مره واحده، لا الربع كيلو ممكن ياكلوه على 3 ايام، يعني عشان يعرفوا قيمه الحاجه. النهارده نحط حبه كده هو جنب حبه لب وفشار. يجيب الملبس ده برده ما اسيبهولهمش مره واحده، لا نحطه كده في برطمان. كل يوم مثلا الصبح مثلا بنتي بتعيط او زعلت او عملت حاجه غلط، لا اديها ملبساها افرحها، على اخر اليوم اديها ملبساها تفرحها، تاني يوم مثلا اديها، يفضل معايا مثلا جايبه ب30 جنيه ملبس. طول الاسبوع بياكلوا منه ملبس، طول الاسبوع بياكلوا مثلا المقرمشات دي. الحاجه موجوده بس بتتاكل بالعقل مش بهبل يا جماعه، يعني ولا تحرمها قوي ولا تبسطها كل البسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني ولا ينفع أخنق نفسي وما أجيبش حاجة خالص، ولا ينفع أصرف كل الفلوس اللي معايا. اخر بقى كلمتين اقولهم معاكم عشان اولادي كانوا عايزين ياخدوا ملبس، فديت لهم ملبس، بعد كده رجعت اكمل لكم الفيديو. اخر حاجه احب اقول لكم اني اعقلها وتوكل. ما ينفعش اسيب مثلا الناقه بتاعتي واقول ده حد سرقها، لا اربطها واسيبها على ربنا وايه واقول يا رب في رعايه الله. فانت ولا تقفل على نفسك قوي وتشيل كل قرش، ولا تصرف فلوسك قوي، لا بالعقل يا جماعه. ده الفيديو بتاع النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. ولو عندكم افكار تانية قولولي، لو في برضو في حاجه، انا طبعا احنا بشر والبشر خطائين، اكتبولي في التعليقات لو ليكم ملحوظه. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.